برشا توانسة ديما يفتخروا ويقولوا لك انه الدينار التونسي هو اقوى عملة في افريقيا كقيمته مقابل الدوفيز، يعني الدولار واليورو وبقية العملات. وبرسم الدينار التونسي في السنوات الاخيرة حافظ على القيمة متاعه مقابل بقية العملات، في وقت انه غالبية الدول الناشئة والدول في افريقيا العملات متاعها ماشية وتنهار. ولكن السؤال اللي لازم نطرحه اقتصاديا، هل انه الحاجة هذه باهية للاقتصاد التونسي ككل، والا بالعكس هي ديفو في الاقتصاد التونسي وحاجة مخطرة برشا؟ أول حاجة لازم نعرفوها ونفهموها إنه قيمة العملة وحدها ما تعنيش إنه الاقتصاد قوي. ناخذ على سبيل المثال دولة كيما اليابان، الين متاعها الدولار يجيب منه أكثر من 150 وماشي وينهار مع الوقت. ولكن ما نجموش ننكروا بالطبيعة إنه الاقتصاد الياباني وعد من أقوى الاقتصاديات في العالم ومن أكثر الاقتصاديات استقرارا. وهنية لازم نفصلوا بين قيمة العملة وبين قوة الاقتصاد، على خاطر الحاجة اللي لازمها تحدد القيمة الحقيقية متاع العملة هي الإنتاج والتصدير والاستثمار، مش فقط رقم يحدده البنك المركزي ويحاول لو ماكسيموم انه يتحكم في السعر هكا. على خاطر صحيح في تونس الدينار قعد على مدى سنوات طويلة الدولار يجيب 3 دينارات واليورو يجيب تقريبا 3.5 دينار، ولكن هذايا ما كانش نتيجة استقرار الاقتصاد التونسي، بل كان نتيجة التحكم المفرط متاع البنك المركزي في سعر صرف العملة. أكثر حاجة تحدد قيمة أي عملة في أي دولة هو احتياطية البنك المركزي متاع الدولة هيكية من العملة الأجنبية. وشيفر ديما نسمعوه في تونس وهو احتياطية عملة تجيب لك ما بين 103 أيام توريد و 110 أيام توريد. وغالبا باش تلقى البنك المركزي التونسي يقول لك إنه احتياطية العملة الأجنبية متاعنا في حدود ال 25 مليار دينار. وشيفر هذايا ديما نقعدوا نحوسوا بحذاه، يا اما ننقصوا عليه شويه يا اما نزيدوا عليه شويه، واللي هي حاجه من بعيد ممتازه. الشيء هذا يدل انه الدوله قادره على انها تحافظ على مخزون من العمله الصعبه مستقر. ولكن المشكله انه الرقم هذايا في تونس رقم اصطناعي وليس رقم حقيقي، لانه باش البنك المركزي التونسي نجم يحافظ على الرقم هذايا مضطر انه يمنع التوانسه والشركات التونسيه من انها تتعامل مع الخارج بالطريقه اللي هي تسحق لها. وهكايا نوليو نعملوا كونترول كبير برشا على الواردات متاعنا باش ما نطيحوش على الستاد هذايا متاع الاحتياطي متاع العملة الصعبة. والمشكلة اللي بدينا نلاحظوها في السنوات الأخيرة إنه الدينار التونسي قيمته بالرسمي ولات ياسر مرتفعة مقابل بقية العملات. وأبسط حاجة تأكد لك إنه قيمة العملة متاعك راهي أكثر من اللازم هي الانفلاسيون في تونس مقارنة بالانفلاسيون في بقية دول العالم. مثلا أكثر عملة ركزوا معها في تونس ما هيش الدولار وإنما هي اليورو، على خاطر تونس عندها علاقات تجارية أساسية مع دول الاتحاد الأوروبي. يعني أكثر ديفيز نتأثروا بالقيمة متاعها مقابل الدينار التونسي هي اليورو. والشركات متاعنا ما تنجم تصدر كان كي تكون القيمة متاع الدينار التونسي مقابل اليورو قيمة عادلة وحقيقية. اللي صاير في السنوات الأخيرة أننا نلقاو الانفلاسيون في تونس تقريبا كل عام 8%، واللي هو الرقم الرسمي المعلن من قبل الدولة وليس الرقم الحقيقي على أرض الواقع أصلا. بينما الانفلاسيون في دول الاتحاد الأوروبي خاصة اللي تونس تتعامل معها تجاريا كما فرنسا وألمانيا وغيرها تلقاها تحوس في حدود 3 و4%. يعني سوم السلع في تونس قاعد يزيد بدوبل سوم السلع في أوروبا. وفي نفس الوقت الدينار التونسي يحافظ على القيمة متاعه مقابل اليورو، واللي هي راهي حاجة مستحيلة علميا. وشي هذايا صاير تو سامبلومون خاطر كيما قلنا البنك المركزي التونسي قاعد يحاول يكونترولي على قد ما يجم الخروج متاع الدوفيز من الدولة، دونك منجم انه يتحكم في سعر صرف العملة بأحسن طريقة ممكنة. ولكن الشيء هذا يعني بالضرورة انه المنتوجات التونسية سومها باش يولي اغلى من المنتوجات الأوروبية، دونك بالوقت دول الاتحاد الأوروبي ما عادش باش تستورد من تونس على خاطر السلعة في تونس ولات ياسر غالية. ونحب نعطيكم اكزامبل مشهور برشا عنا في تونس واللي هو السياحة. عاد ياسر تلقى الفنادق في تونس تقدم عروض خيالية بالنسبة للسياح الأوروبيين، جمعة كاملة بيي دافيون خاصة بكل شيء خالص أول انكلوزيف، كل شيء تتخيلوا في مخك تلقاها ب 400 أورو. المواطن التونسي كان يحب يمشي يعدي نفس الليلة في نفس الفندق لازمته يدفع في الليلة الواحدة بين 200 و 250 دينار. يعني نفس الجمعة تكلف للمواطن التونسي من غير لا بيي دافيون في وسط بلاده لحتى مصروف لحتى حاجة أخرى زايدة في حدود ال 1800 دينار. يعني انت كتونسي تحب تتفرهد في بلادك تدفع فلوس اكثر برشا من اللي يدفعها الاوروبي اللي زايد مخلص عليك بيي دافيون مخلص عليك برشا حوايج اخرى. وهنية لازم نفهموا انه راهو بالرسمي الفنادق في تونس كي تعطي ليالي للاوروبيين ب 400 اورو راهي قاعدة تخسر ما هيش قاعدة تربح. في المقابل قاعدة تعوض الخسارة متاع السياح الاجانب بالسياح التوانسة اللي يدفعوا اكثر منهم ببرشا. والمعادلة هذه بالطبيعة ماشيين بها في تونس، والسبب الرئيسي هو انه حاجتنا بالدوفيز اللي جاي من السياحة. وكان باش نغليو الأسوام أكثر من هكا السياح ما عادش باش يجيونا أصلا. وهذا اكزامبل صغرون باش تفهموا شنو المشاكل اللي يجم يعملها قيمة دينار تونسي مرتفعة.
على خاطر كان جا البنك المركزي التونسي حاطط القيمة متاع العملة فليكسيبل، راهو مع الأسف باش نلقاو إنه قيمة الدينار باش تطيح، ولكن في المقابل باش نلقاو إنه السلع والخدمات في تونس تتباع للسياح الأجانب والمستوردين الأجانب بقيمة حقيقية وواقعية. وراهو ما يمشيش في بالكم انه كي باش نسيبوا الدينار راهو القيمة متاعو باش تندثر كومبليتمون، والاحتياطيات متاع العملة الصعبة باش تندثر. هيك علاش لازمنا نسيبوا الدينار التونسي للسوق وللعرض والطلب، اما اكيد بشوية بشوية، موش دوزة واحدة وموش بتهور. لكن في نفس الوقت اذا باش نقعدوا على نفس الحالة هذه وما باش نعملوا حتى شيء، مع الوقت باش يكثر التهريب، على خاطر السلع اللي جاية من برا من غير ما تتعدى على الديوانة في تونس ومن غير ما تتعدى على التاكس وكل، باش يكون سومها أرخص برشا من السلع التونسية المنتجة محليا. وشي هذا بالوقت باش يدمر الاقتصاد.